طب وحضرتك تحبي تقولي ايه للأم اللي بتبتدي الرحلة دي، الأم أو الأب اللي بيبتدوا الرحلة، اللي هو أنا بيكلموني انا يقولوا ابني في عندي حاجة هنا غلط؟ في مشكله. يبقى اول حاجه نعملها لازم ان احنا نهدى، لان التوتر نفس عادي. نفس ونهدى، لان التوتر مش هيودينا في اي حته. يعني اذا كان عندي فرصه ان انا اساعد نفسي واساعد ابني، فانا بتوتري وزعلي انا مش هروح بيه في اي مكان. فاول كلمه هي ناخد نفس عميق ونعرف ان كل حاجه ليها حل، كل مشكله او كل تحدي له حل. بس الحل فين؟ هو ده اللي احنا محتاجين، ان احنا نعرف اكتر عن ابننا ونقرا اكتر، عشان زي ما قلت لك اول ما هعرف. يعني لو دخلتي اوضه ضلمه هتبقي متوتره جدا، اول ما تفتحي النور هيحصل ايه؟ هتهدي. ومش لازم ان انا اقرا، بس على الاقل الاحظ، بقى عندي الملاحظه. والملاحظه انا بحبها ان الولي الامر دايما ايه؟ اكتب. يعني اكتب انت شايف ايه عشان ما تنساش بعد اسبوع، بعد 2، بعد 3 ما تيجي تقرا انت كنت كاتب ايه من ملاحظه او من إيه حوادث حصلت في البيت او في المدرسه. في امور كتير بالنسبه لك هتتضح، تقدر ان انت تعمل الكونكشن ما بين السلوك وبعضه. ومفيش حاجة اسمها مشكلة، ومفيش اسمها حاجه اسمها تحدي. تحدي.